السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تعلم أساسيات البرمجة باستخدام ال C++. النهاردة إن شاء الله هنعمل برنامج خفيف جدا، هو هنعمل PMI Calculator. PMI هي اختصار ل Body Mass Index. الأول لازم نفهم يعني إيه Body Mass Index. لو بحثنا في جوجل عنها هنفهم إن هي مؤشر كتلة الجسم. يعني إيه مؤشر كتلة الجسم؟ هي عبارة عن معادلة بادّي له الوزن وبادّي له الطول، هو في الآخر بيطلّع لي رقم، من خلال الرقم ده بافهم الشخص ده عنده نحافة والّا سمنة والّا وزنه طبيعي وهكذا. طبعًا وزن المؤشر ده بيتعمل لمن هم فوق ال19 سَنة، ما ينفعش تعمله لحد تحت ال19 سَنة، ما بيطلّعش نتايج مضبوطة. تمام؟ طيب المعادلة كالآتي: الوزن على مربع الطول. يعني لو واحد وزنه 70 وطوله 175 سنتي، بكل بساطة هنعمل الوزن على مربع الطول هيطلع لي رقم. من خلال الرقم ده أنا أقدر أفهم هو عنده إيه. يعني بكل بساطة لو هو أقل من 16 يبقى نحافة شديدة، من 16 ل17 كده نحافة معتدلة، وزن طبيعي من 18.5 ل25، زيادة الوزن من 25 ل30، والسمنة فوق ال30. تمام؟ طيب تعالوا نشوف هنعمل ده إزاي في الكود. أول حاجة إحنا محتاجين اليوزر لما يدوس run يظهر له أي حاجة تدل إن إحنا بنعمل PMI calculator. يعني هنكتب ده في الcout. ممكن لو دوسنا control وshift وسهم لتحت هيعمل لي كده بالضبط. بعديها أكتب cout ونعمل مثلًا خطوط زي كده، بعديها backslash n والsemicolon. طيب كده أنا أصبح عندي ال ال3 دول شبه بعض كده. هامسك في النُص كده وأكتب له PMI calculator. تمام؟ ونكمّلهم. كده أنا أول ما أدوس run المفروض ده المنظر اللي هيطلع لي، فهيبقى المفهوم عند الuser إن إحنا كده بنعمل إيه، PMI calculator. طيب إحنا لو نفتكر في المعادلة بتاعتنا هو ما فيش فيها غير حاجتين بيطلبهم، الوزن والطول. فهنعمل نكتب الdata type نكتبها float، لإنه ممكن حد يبقى مثلًا طوله 70.5 فهيكتب فاصلة عشرية، فهنعملها float مش integer، لإن قُلنا الinteger بتقبل أعداد صحيحة فقط، إنما الfloat والdouble بتقبل أرقام عشرية. فهنقول له float ونعمل متغير اسمه weight. تمام؟ ونعمل متغير تاني اسمه height. تمام كده؟ ونعمل semicolon. بعد كده هنقول cout ونقول مثلًا enter your weight ونعمل بعديها semicolon. إحنا طبعًا مش محتاجين إن إحنا نعمل backslash n أو نعمل end l. إحنا اتفقنا طبعًا إن الbackslash n هي اللي بتنزل سطر لتحت. طيب إحنا ليه مش محتاجين نعمل؟ لإنه الcn هي بتعمل ده تلقائي، فإحنا مش محتاجين إن إحنا نعملها. طيب أنا قُلت له enter your weight، فلازم أدّي له الإيه، دلوقتي cn weight. بعد كده هاقول له cout enter your height. بعد كده أقول له cn height. يبقى لحد هنا هو دخّل وزنه ودخّل طوله. تيجي بقى المعادلة بتاعتنا، إحنا إزاي هنعمل المعادلة؟ بكل بساطة إحنا عارفين إنه ناتج المعادلة دي ممكن يطلع رقم صحيح وممكن يطلع رقم عشري، فهنقول float PMI بيساوي. أنا خلاص أنا عملت متغير اسمه PMI وهادّي له قيمة. إيه القيمة؟ عبارة عن الweight مقسوم على مربع الheight، يعني الheight مضروب في نفسه. طبعًا الضرب هي النجمة shift 8 هيعمل لك النجمة دي. تمام؟ كده أنا بقى عندي المعادلة اللي بتحقق لي الPMI. طيب بعد كده هاقول له cout your
PMI is وبعديها هاقول له الPMI. أنا كده ناديت على المتغير اللي أنا لسه عامله، وبعديها هاقول له end line end L. كده هينزل سطر لتحت. بكل بساطة أنا كده لو دوست run واديته قيم هيحسب لي الPMI ويطلع لي الPMI بتاعي. طيب لحد هنا تمام. احنا عايزين بقى نعرف اليوزر الPMI بتاعه هو نحافة ولا وزن طبيعي ولا عنده سمنة. طيب نعمل ده ازاي؟ بكل بساطة هنستخدم حاجة احنا أول مرة نستخدمها، وهي ال if وال if else. طيب ايه موضوع ال if ده بقى؟ طيب بكل بساطة هو زي الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. احنا عندنا كذا احتمال. هو لو طلع مثلا أقل من 18.5 فهو كده عنده نحافة. لو هو أقل من 25 يبقى هو كده وزنه طبيعي. لو هو أقل من 30 يبقى هو كده عنده سمنة، أو هو يعني وزنه زايد. طيب أكبر من 30 هو كده عنده سمنة. إحنا عندنا احتمالات. طيب في موضوع الاحتمالات بقى ده بنستخدم حاجة اسمها ال if. بكل بساطة هنعمل مثلا see out ونقول category علشان يعرف الكاتيجوري بتاعته ايه، هو عنده ايه بالظبط. ونقول له if ونفتح قوس. هي دي طريقة ده السنتكس بتاع الاف. هنقول له if البي ام اي بتاعك هو اللي احنا لسه معرفينه ده اقل من 18 ونص. ادانا له قيمة اللي احنا عارفينها اللي احنا جبناها من الموقع نفسه. لو هو اقل من 18 ونص يبقى هو ايه؟ عنده نحافة. فنقول له لو هو البي ام اي بتاعه اقل من 18 ونص سي اوت انت اندر ويت. هنكتب له اندر ويت ونعمل الباك سلاش ان. تمام. طيب طب هو ده مش الاحتمال الوحيد، انا عندي احتمال تاني. فهنكتب else if يعني لو هو مش 18 ونص خلاص احنا هندخل على اللي بعدها. يبقى هو انا الكود بتاعي هيتقري كده، هيدخل يلاقي اف هيدور هل اقل من 18 ونص. اذا هيطلع لي السطر ده وخلاص خلص الموضوع. طيب لو هو دخل لقى القيمة اللي طلعت مش اقل من 18 ونص مش هينفذ السطر ده، وهيدخل على الالس اف يشوف الكونديشن بتاعها ايه. الكونديشن التاني عندي بيقول انه البي ام اي، معلش PMI نركز إن هي كلها تبقى زي ما مكتوبة فين؟ زي ما مكتوبة هنا بالظبط. تمام؟ ما ينفعش إنه إحنا اتفقنا إن ال C++ case sensitive language، فما ينفعش إن أنت تكتب لي ال P دي مثلا small والباقي كابيتال وهي هنا معمولة كلها كابيتال. لازم تتعمل زي ما أنت عرفتها. طيب تاني كونديشن معانا قلنا لو ال PMI بتاعك أقل من 25 فهتقول له see out ده normal weight. تمام. برضو باك سلاش ان. طيب عندي احتمال ثالث else if ال PMI أقل من 30 هقول له see out ده عنده إيه؟ overweight باك سلاش n. طيب أنا كده عندي الاحتمالات كلها أقل من 18 أقل من 25 أقل من 30. طيب اللي أكتر من 30 يعني هو أكتر من 30 ده عنده سمنة هنقول له إيه؟ هنقول else ده آخر احتمال. يعني هو مش هنعمل else if مش هنعمل condition. انت دلوقتي الكومبايلر دخل دور ما لقاهوش اقل من 18 ونص. يعني واحد مثلا البي ام اي بتاعه 31 فدخل هو مش اقل من 18 ونص مش اقل من 25 مش اقل من 30 فهيدخل على الالس بقى هنقول له سي اوت على طول، سواء بقى هو فوق ال 30 الى ما لا نهايه. تمام. هنقول له سي اوت ده ايه؟ عنده سمنه. تمام. باك سلاش ان. كده ده منظر الاف او الاف الس بتاعتنا. لو حد عنده أي مشكلة فيها أو مش فاهم أي حاجة تخص الإف يكتب في الكومنتس أو يبعت لي. إحنا دلوقتي هنعمل ران ونشوف نتيجة الكود بتاعنا. طلع لي المنظر اللي إحنا كنا عاملينه هنا ال PMI calculator. بعد كده هيقول لي enter your weight مثلا، فإحنا هندخل نفس القيم. هنقول مثلا 70 كيلو. هيقول لي enter your height ما نتلخبطش ونكتب مثلا 175 لا 1.75.
75 لإن إحنا بناخد بالمتر، الheight بناخده بالمتر، تمام؟ 1.75. فهيقول لي أنت الBMI بتاعك 22 اللي هو normal weight. طيب لحد هنا إحنا كده خلصنا النهارده إن شاء الله. لو حد عنده أي سؤال يا ريت يبعت لي يا إما على رسايل الصفحة أو يكتب في comments اليوتيوب، وهاحتاج منكم exercise بسيط. بكل بساطة بدل ما هو بياخد الهايت بالمتر، أنا عايزكم تعملوه بالسنتيمتر، يعني عايزك تعمل نفس الكود ده بالظبط بس تخليه يقبل لما هنا يكتب ما يكتبش 1.75، يكتبه 175 ويطلع نفس الناتج عادي جدا. شوفوا هتعملوها ازاي وابعتولي المحاولات بتاعتكم، وإن شاء الله نتكلم عنها الفيديو الجاي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.